ورط النظام الجزائري، لأن اليوم النظام الجزائري حشر في الزاوية كما لم يحشر في تاريخه. معناتها لو يدخل في حوار مع المغرب راح تكون يعني هزيمة تاريخية، نهاية النظام الجزائري. وفي قضية الصحراء أيضا أنك تدخل وتقبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات راح تكون هزيمة كبرى. لكن أنك أيضا ترفض في وقت أن المغرب يطرح اليد الممدودة ومستعي يقول لك أنا سأقدم تنازلات ما عندها لا غالب فيه ولا مغلوب، ولو أنه الغالب الآن هو معروف والمغلوب هو من يسحب السفراء صباحا ومساء. يعني راح تطرح لك إشكالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. معناتها أنه كلام مسعد بولس هو كما قلت لكم وقتها أيضا بأنه الحل سيكون، كنا نريد أن يكون مع النظام الجزائري، إذن الحل سيكون رغما عن أنف النظام الجزائري الذي سيقبل صاغرا بمبادرة الحكم الذاتي كإطار وحيد لحل قضية الصحراء كما يريد دونالد ترامب. شفت القضية وين وصلت؟ وهنا نزيد نرجع ندير شوية سيلف كونغراتيوليشن. أنا متى أول مرة قلت باش تشوفوا بأنه عبد ضعيف كان له القدرة أنه في 2020